يا أهلا بيكم يا حبايب قلبي، منورين بيتكم ومطرحكم. عارفين يا ولادي، كل ما شم ريحة رمضان جاية من بعيد قلبي يدق دقة غريبة، دقة فرحة مخلوطة بشوية وجع. النهاردة بنتي نوارة كانت بتوريني صور على التليفون، صور لزينة رمضان وحاجات بتلمع وفوانيس غالية قوي، ولقيت الناس داخلة في سباق، دي جايبة ايه ودي صرفت كام، والبيوت بقت شبه قاعات الأفراح من كتر الأنوار. سكتت شوية وقلت في بالي، يا سبحان الله، هو رمضان بقى منظرة؟ هو رمضان بقى قماش وأنواره بس؟ عشان كده النهاردة أنا مش جاية أوريكم زينة، أنا جاية أقول لكم إزاي نزين بيوتنا وقلوبنا بجد، الزينة اللي لا بتدبل ولا بتروح. اسمعوني يا ولادي، رمضان زمان ما كانش بالفلوس الكتير، رمضان كان بالحب الكتير والبركة اللي مالية المكان، الزينة الحقيقية اللي هتنفعك في الدنيا والآخرة. يا بنتي، هي زينة القلوب. يعني ايه؟ يعني تنضفي قلبك من الغل والحقد، وتزيني لسانك بذكر الله وبكلمة طيبة تجبري بيها خاطر حد مكسور، بدل ما نتسابق مين بيتها أنواره أكتر، نتسابق مين بيتها منور بالقرآن والصلاة، بدل ما ادفع ألوفات في فانوس بالكهرباء والريموت، أجيب فانوس بسيط أفرح بيه عيالي، والفلوس اللي وفرتها دي أروح أجيب بيها شنطة رمضان لست غلبانة في آخر الشارع، أو أساعد يتيم يلبس لبس جديد في العيد. هي دي الزينة اللي هتقعد لك يا ولدي، هي دي اللي هتنور لك في قبرك وفي آخرتك. زيني بيت غيرك بالستر، ربنا يزين بيتك بالسكينة والرضا. الزينة الحقيقية هي إنك تجهزي نفسك لربنا، مش تجهزي بيتك للناس عشان يقولوا يا سلام على ذوقها. رمضان يا حبايب قلبي عبادة مش عادات ومظاهر. الزينة البسيطة اللي تعمليها بإيدك مع عيالك بشوية ورق ومقص فيها روح وحب أحسن من أغلى زينة جاهزة، لأنها معمولة بلمة عيلة بضحكة صافية وبقلب مستني ضيف كريم. يا حبايب قلبي، خلونا نتفق إن الضيف الكريم اللي جايلنا ده مش جاي يشوف احنا طبخنا ايه ولا علقنا زينة شكلها ايه. رمضان جاي عشان يغسل قلوبنا ويردنا لربنا ردا جميلا. الاستعداد الحقيقي لرمضان بيبدأ من النية، يعني من دلوقتي عودي نفسك ان بيتك يكون فيه خلوة، ركن صغير كده حطي فيه مصحفك وسبحتك وخليه هو ده مكانك اللي هتهربي فيه من دوشة الدنيا. زيني المكان ده بخشوعك وطول سجودك، هي دي الزينة اللي هتحسي بيها فعلا لما يهل علينا الهلال. وبدل ما نضيع ساعات قدام التلفزيون والمظاهر الكدابة، ضيعي وقتك في جبر الخواطر. الزينة الحقيقية هي انك توصلي رحمك، تسألي على جارك اللي بقالك فترة ما كلمتيهوش، وتصفي قلبك من اي زعل. والله يا ولادي، سجدة بقلب صافي بالليل احسن من 1000 فانوس منور في البلكونة، والقلب شايل هم الدنيا ونكدها. وعلموا اولادكم ان رمضان هو شهر الصبر، علموهم اننا بنصوم عشان نحس بالغير، مش عشان نستنى المغرب عشان نملى بطننا بملذ وطاب. الزينة الحقيقية في بيتكم هتكون صوت القرآن وهو بيترتل بصوت واطي وهادي في كل أركان البيت، ولمة العيلة على دعوة صدقة وقت الفطار. يا بنتي ويا ولدي، استقبلوا رمضان بالاستغفار والتوبة، خلوا قلوبكم هي تتدلع وتتزين بذكر الله، وبدل ما نتفاخر باللي جبناه
نتفاخر باللي طلعناه لوجه الله. دي التجارة اللي مش بتخسر أبدا. رمضان أيام معدودات بتعدي زي البرق، فما تخلوش المظاهر تسرق منكم الجوهر. زينوا بيوتكم بالحب، وزينوا قلوبكم بالتقوى، واستعدوا لليلة القدر من أول يوم. رب يبلغنا رمضان وإحنا في أحسن حال، لا ساقدين ولا مفقودين، ويجعل بيوتنا دايما منورة بذكره وبالستر والصحة. آمين يا رب العالمين. تعالوا بقى يا حبايب قلبي أقول لكم على تفاصيل صغيرة بس هي اللي بتعمل البركة في البيت في رمضان. دلوقتي بقينا نشوف سفرة رمضان متروسة أصناف وألوان، وكل واحدة عايزة توري جارتها إنها عاملة عزومة مصلصلة ومكلفة. بس يا بنتي، هل دي البركة؟ زمان كانت الست الشاطرة هي اللي تزين طبلتها بالنفس الحلو، مش بكتر الأصناف. الزينة الحقيقية لسفرتك هي اللقمة اللي طالعة بحب، حتى لو كانت بسيطة. عايزة تزيني بيتك بجد، زيني مطبخك بذكر الله وانت بتطبخي، بدل ما تقفي تشتكي من غلاء الأسعار واللحمة اللي بقت بالشيء الفلاني. سمي الله وانت بتقلبي في الحلة، وداي ان ربنا يطرح البركة في القليل ويجعله يشبع الكتير. والتجهيز لرمضان يا ولادي مش بس في الخزين اللي بنملى بيه الدواليب، التجهيز الحقيقي هو خزين الحسنات. يعني وانتي بتجهزي فطارك زيني يومك بانك تطلعي طبق واحد بس لجارة وحيدة او لعامل غلبان معدي في الشارع. الطبق ده هو الزينة اللي هتنور وشك يوم القيامة. ويا نوارة ويا كل بنت بتسمعني، رمضان مش شهر التعب في المطبخ والوقفة قدام البوتاجاز طول النهار. زيني وقتك بانك تخلصي شغلك بدري عشان تلاقي وقت تقرأي فيه وردك وتفهمي كلام ربنا. البيت اللي سته هادية ومستبشرة هو ده البيت المزين بالسكينة، مش البيت اللي كله زعيق ونرفزة عشان العزومة تطلع كاملة. خلوا شعارنا سنادي بيت بسيط بقلب راضي أحسن من قصر بقلب فاضي. رمضان هو شهر الستر، والستر ده هو أجمل زينة يمن بيها ربنا على عباده. يسلم لسانك يا أمه، والله كلامك ده دي في وقته، كأنه طبطبة على قلبي. أنا كنت غرقانة في المظاهر وصور النت، ونسيت إن رمضان ده روح قبل ما يكون أنوار. من اللحظة دي يا أمه أنا بوعدك إن رمضان السنة دي هيكون غير أي رمضان مر عليا. هنبدأها من جوه بزينة القلوب مش بزينة الحيوط. هصفي قلبي وزين لساني بالذكر زي ما علمتيني، والفلوس اللي كنت هشيلها للمنظرة هتروح للي حقي بيها عشان نزين بيوتهم بالستر والفرحة. يا حبيبتي يا أمه، انتي اللي زينتي دنيتنا بحكايتك وأصلك. يلا يا ولاد تعالوا ساعدوني نعمل زينة بسيطة بإيدينا ونجهز قلوبنا لاستقبال أغلى ضيف. رمضان السنة دي بركته هتملى الدار بجد. يا حبايب قلبي، واحنا على أبواب الضيف الكريم ملقتش أغلى من الدعاء أهديه ليكم. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، واجعل بيوتنا عامرة بذكرك وقلوبنا منورة بنورك. يا رب بارك لكل أم في أولادها وفي صحتها، واطرح البركة في القليل قبل الكتير. اللهم زين قلوبنا بالإيمان وجمل لساننا بالذكر، واجعلنا ممن يجبرون الخواطر ويسترون البيوت. يا رب ارزق كل مشتاق، واشفي كل مريض، واهدي سر كل بيت، واجعل رمضان ده بداية خير وفرحة لكل حد بيسمعني دلوقتي. يا رب اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر، وممن غفرت لهم وعتقت رقابهم من النار. آمين يا رب العالمين. رمضان كريم عليكم يا أغلى الناس، وكل سنة وانتم طيبين وبألف خير.
دي كانت حكايتنا النهاردة عن دينة رمضان الحقيقية. يا رب تكون دخلت قلوبكم زي ما طلعت من قلبي. ما تنسوش يا حبايب قلبي تشاركوني في التعليقات، ايه اول حاجة هتعملوها عشان تزينوا قلوبكم لرمضان السنة دي؟ استنوني في حلقة جديدة من ست الكل، واشوفكم على خير يا اغلى الناس. مع السلامة.